في مثل مصري مشهور جدا بيقول: خسارة قريبة ولا مكسب بعيد. المصريين دول عليهم أمثال، الأمثال دي لو احنا طبقناها في حياتنا هنتقدم خطوات لقدام. منها المثل اللي أنا لسه قلت لكم عليه دلوقتي، والمثل ده ممكن نستخدمه برضو في العلاقات، وهنتكلم في الموضوع شوية. بس قبل ما نبدأ، لايك وشير واشتراك، وما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات، ويا ريت برضو تقولوا لي في الكومنتات ايه رأيكم في اختراع الشوكة ده. يلا بينا ندخل في الموضوع. احيانا الخسارة بتكون اعظم مكسب، لان اوقات ممكن تقابل شخص سام في حياتك وترتبط بيه، وفي الاول بتفتكر ان قربه منك هدية والبعد عنه بيكون كارثة، وبتحاول ترضيه وبتستحمل منه كل حاجة، لا وكمان بتمشي على جرحك عشان ما تخسروش، مع ان الشخص ده هو اللي مدمر حياتك. والحقيقة اللي لازم تعرفها ان الشخص ده هو السبب في وجعك وخيبتك واحباطك وقلقك وشكك في نفسك، لانك كنت فاكر ان وجوده في حياتك طوق النجاة بالنسبة لك، وكنت خايف تخسره. ايوه فعلا الخسارة في الاول بتزعل، لانك بني ادم وعندك مشاعر وعملت حسابك ان العلاقة دي تستمر، ولكن لما تبعد الشخص السام ده عن حياتك بتكسب نفسك، وبتكسب هدوءك وراحتك وكرامتك وثقتك وحبك لنفسك. ويمكن بعد شوية تسأل نفسك سؤال مهم جدا: هو أنا كنت مستحمل الشخص السام ده في حياتي ليه؟ أنا هقول لك ليه. لأنك أنت كنت فاكر إن هو بيحبك وبيخاف عليك، بس مش معنى كده إن أنت لما تقابل حد وتعجب بيه وترتبط بيه ويكون إنسان كويس تبطل تحبه وتقفل قلبك. لأ، أنا عايزك تعرف قيمة نفسك، تعرف إن مش أي حد يستاهل وجودك ولا اهتمامك ولا طاقتك، لأن في ناس وجودها في حياتك بيأخرك وبيقلل منك وبيمتص من طاقتك وبيخليك دايما في دايرة لوم وضعف وقلق. الناس دي لما تقابلك في حياتك لازم تخرجها على طول، لأن خسارتها مش خسارة، بالعكس ده انتصار وترقية، لأن ربنا بيحبك وبينقذك. وصدقني الخسارة اللي وجعتك النهاردة هتكون بكرة سبب ضحكتك وسلامك النفسي بإذن الله. ومن هنا هنطبق المثل اللي لسه متكلمين عليه في أول الفيديو، اللي هو إيه؟ الخسارة القريبة ولا مكسب بعيد.